وصفة حلوة أوي يا بنات، البيكد بوتيتو أو البطاطس المخبوزة، تنفع فطار وسناكس وعشا كمان هتبقى حلوة جدًا. هاتي بطاطس بالعدد اللي أنتِ عايزاه واغسليها كويس جدًا بالمَيّة تحت الحنفية لمّا تنزّلي كل التراب والطين اللي فيها، وهنشفها بفوطة مطبخ كده، نشفيها كويس ما تخلّيش فيها أي مَيّة، زي ما أنتِ شايفة كده، بالشوكة بقى وهنعمل فيها فتحات كده، خرّميها من كل حتة بالشوكة. بعد ما خرّمتها بادهنها بزيت الزيتون، ادهنيها بزيت زيتون أو بزبدة لو حابة، دهنة الزيت دي مهمة جدًا هتخلّيها طالعة معاكِ مقرمشة من برّه وعاملة طبقة مقرمشة كده حلوة. باحطهم في الفرن على الشبكة بتاعة الفرن كده باقرّبها من تحت واسيبهم ساعة. دي بعد ما خرّجتها شايفة لونها مقرمشة جدًا من برّه ومستوية وطرية جدًا من جوّه. باحط في كل واحدة حتة زبدة كده وباقفل عليها عشان الزبدة تسيح، هتسيح من حرارة البطاطس، وديّة هاعملها healthy شوية، حطيت عليها زيت زيتون، اهرسيها بقى بالشوكة وهي جوّه كده ورُشّي عليها رشة ملح وفلفل، حطّي بقى الحشو اللي أنتِ عايزاه، باقلّب الملح والفلفل مع الزيت، هنبدأ نحشيها. أنا حطيت جبنة رومي وحطيت سلامي متقطّع صغيّر وفاصوليا حمرا، وبعدين حطيت كمان جبنة موتزاريلا وجبنة ميكس، حطّي بقى عليها كمية جبنة كويسة كده عشان يطلع شكلها حلو معاكِ، دي اللي اتحط فيها الزبدة، شايفة الزبدة كلّها ساحت مش باينة، برضه باهرسها جوّه كده بالزبدة وشوية ملح بفلفل، وهاحط نفس الحشو جبنة رومي وسلامي وفاصوليا حمرا وميكس جبن وجبنة موتزاريلا، ممكن تحطّي سجق، ممكن ما تحطّيش حاجة خالص هي الجبن بس بتبقى حلوة جدًا مع الملح والفلفل. خلاص كده هادخّلهم الميكروويف 3 دقايق بس الجبنة تسيح، شايفة بعد ما خرّجتها جميلة إزاي الجبنة ساحت خالص، كده البطاطس مستوية، أنا كنت بس عايزة أسيّح الجبنة، حلوة جدًا يا بنات جرّبيها، طعمها تحفة، أنا ما كنتش عارفة أبطّل أكل فيها. سناكس حلوة جدًا، ممكن تنفع عشا حلو برضه أو فطار الصبح، تحفة. وهنا بقى حسّيت إن هي محتاجة رشة زعتر، رشّيت عليها رشة زعتر كده، فرق جدًا في طعمها، لو بتحبيه زوّديه هتعجبِك جدًا. جرّبي الوصفة الحلوة دي واكتبي لي رأيِك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.